اخبار مهمه جدا عن نادي الزمالك واستعداد نادي الزمالك لمباراه سيراميكا اللي هتقام بكره، وجلسه خاصه من اخوان كارلوس اوسوريو مع ناصر منسي ومحمود حمدي الونش ومرتضى منصور بيهاجم وزير الشباب والرياضه. هنتكلم عن كل بالتفصيل، بس اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك، وهنبدا باول اخبار معانا واستعداد نادي الزمالك لمباراه سيراميكا اللي هتقام بكره الساعه 8:30. المباراه تقوم في بطوله الدوري، واخوان كارلوس اوسوريو بدا يحفظ لاعيبه نادي الزمالك بعض الجمل التكتيكيه اللي هينفذوها بكره، وفي نفس الوقت برضه حفزهم على ضروره الفوز، وكمان عالج بعض الاخطاء اللي لعيبه نادي الزمالك عملتها في مباراه المقاولين علشان اللعيبه ما تعملهاش في مباراه سيراميكا بكره. وكل ده اخوان كارلوس اوسوريو بيحاول يظبط فريق نادي الزمالك بحيث ان هم يظهروا بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت برضه ياخدوا ال3 نقاط في مباراه سيراميكا. عايز اقول لكم ان الزمالك دلوقتي بيستعد بمنتهى القوه علشان يحاول في نفس الوقت برضه كل مباراه المستوى يتحسن والنتائج كمان، علشان كل ده هيساعد اكتر في مباراه السوبر اللي هتكون يوم 5/5 في الامارات باذن الله. وان شاء الله الزمالك يقدم مستوى كويس جدا يليق بيه، وفي نفس الوقت برضه اهم حاجه الزمالك ما يتاثرش بالمشاكل الخارجيه اللي عماله تدور لحد دلوقتي، وده بينقلنا للخبر اللي بعد كده. عايز اقول لكم ان اخوان كارلوس اوسوريو اتكلم مع النجم ناصر منسي اللي هو كان مقدم فتره مميزه جدا، واتكلم معاه ان هو بضروره طبعا تسجيل اهداف بشكل مبكر، وفي نفس الوقت انا متاكد ان هو اللي هيبدا المباراه بكره في التشكيل الاساسي. ومحمود حمدي الونش برضه اداله بعض الثقه كده وبعض الجلسات اللي هي يعالج فيها الاخطاء اللي هو كانت موجوده في المباراه اللي فاتت، ده كله عشان مستواه يتحسن بسرعه، لان احنا عارفين ان محمود حمدي الونش من الاعمده الاساسيه داخل نادي الزمالك، وباذن الله الونش يستعيد مستواه اللي هو طبعا قبل الاصابه. طبعا احنا عارفين الونش لعيب راجل جدا وبيأدي بمستوى ثابت دايما، وان شاء الله يرجع لمستواه زي قبل الاصابه. الخبر اللي بعد كده بالنسبه لاحمد السيد زيزو، لعيب مهم جدا بالنسبه لنادي الزمالك، ودلوقتي هو تعافى من الاصابه اللي كانت عنده واصبح دلوقتي جاهز للمشاركه. هو من اهم اللعيبه دلوقتي داخل نادي الزمالك ومن القوام الاساسي اللي داخل الفريق، ونتمنى طبعا ان هو يكون اضافه قويه خلال المرحله اللي جايه وتكونش الاصابه اثرت عليه، ونتمنى كمان ان هو يكون في كامل تركيزه خلال الفتره اللي جايه. وخبر اللي بعد كده بقى بالنسبه لمرتضى منصور، زي ما انتم شايفين دلوقتي كان موجود في النادي امبارح وفضل يزعق ويقول ان هو مش هيسيب نادي الزمالك غير لما الجمعيه العموميه هي اللي تطلب منه الرحيل، واحنا شايفين كل ده علشان هو اخذ حكم ان هو يكون خارج نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. وتقريبا دي نفس المشاكل اللي كل سنه بنسمعها، عزل مرتضى منصور وحل مجلس الاداره بتاعه، ولكن الكلام ده كله مش هيأثر في الفريق خلاص لان احنا اتعودنا عليه خلاص، ولكن اللي يحصل في النادي. اهم حاجه دلوقتي مصلحه فريق نادي الزمالك اللي هو اصلا محدش بيفكر فيه، ونتمنى بصراحه ان هو مرتضى منصور يرحل بقى عن نادي الزمالك لانه بجد دمر النادي كله بجميع الالعاب. حرفيا احنا مش بننافس على حاجه غير السوبر والبطوله العربيه، ودلوقتي ماسك في الكرسي. المفروض بقى يحترم سنه شويه ويبعد عن نادي الزمالك، دي وجهه نظري. وبرضه قولوا تحت في الكومنتات ونتناقش مع بعض. كده انتهى الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش دعمك للقناه والفيديو، اعمل لايك واشتراك وقول لي رايك في فيديو اخبار النهارده. اشوفكم على خير، يلا سلام.